وبركاته. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي. محاضرتنا النهاردة هتكون عن الجرافيك ديزاين. وطبعا بما إننا هنتكلم عن الجرافيك ديزاين فالمحاضرة هتكون مختلفة تماما عن المحاضرات اللي فاتت. دي تعتبر محاضرة عملية شوية. المحاضرات اللي فاتت كنا بنعرف فيها حاجات تخص تطوير الذات، والحاجات اللي هي تخص المشاعر والنفسية وازاي نتعامل معاها. لكن دلوقتي هنعرف مع بعض يعني ايه جرافيك ديزاين، وازاي نقدر ان احنا نستفيد منه، وازاي نقدر ان احنا نكون مصممين جرافيك. طبعا احنا مش هنتعلم الجرافيك بشكل تفصيلي لان ده عايز كورس لوحده بشكل مستقل، لكن هنتعرف مع بعض على يعني ايه اصلا جرافيك ديزاين. في ناس عمرها ما سمعت الكلمه دي وما تعرفش يعني ايه جرافيك ديزاين. في ناس تانية عارفه يعني ايه جرافيك لكن مش عارفه اذا كانت فعلا دي الحاجه اللي هي بتدور عليها وهتلاقي شغفها فيها ولا لا. فاحنا في محاضرة النهاردة لما نتعرف على الجرافيك ديزاين، كل شخص هيقدر يحدد هو فعلا مهتم بالمجال ده وحابب ان هو يعرف عنه او يشتغل فيه او لا. واول حاجة لازم نعرفها هي ان التصميم مش مجرد الوان او برامج وبنستخدمها ونركب الالوان دي مع بعض علشان تطلع لنا صورة او شكل معين. التصميم زيه زي اللغة، زي ما أنا بتكلم علشان أوصل اللي أنا عايزه للشخص اللي قدامي ويفهمني، أو زي ما أنا بكتب علشان أوصل رسالة معينة لشخص، أنا هصمم علشان أوصل رسالة برضو من خلال التصميم بتاعي، أو أرسم علشان أوصل رسالة من خلال الرسمة بتاعتي. فالتصميم كذلك إحنا بنوصل رسالة أو بنتكلم مع الناس بس عن طريق إيه؟ عن طريق التصميم. في محاضرة النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نبدأ أول خطوة في مجال التصميم، وإزاي إن إحنا نقدر نكون عارفين البداية أو الأساسيات بتاعة التصميم. أول حاجة لازم نعرفها أول حاجة لازم نعرفها هي يعني إيه جرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين ده هو عبارة عن فن بنوصل من خلاله فكرة أو رسالة معينة زي ما قلنا من شوية. بس الفكرة أو الرسالة دي هتوصل عن طريق صورة أو ألوان وخطوط هنستخدمها بشكل معين، هنوصل للرسالة اللي احنا عايزينها. كل شخص بيمتلك مهارة أو موهبة أو بيشتغل في مجال معين بيوصل رسالة أو فكرة أو هدف من خلال المجال بتاعه. كذلك الجرافيك ديزاين، بس طبعا كل حاجة ليها الأدوات الخاصة بيها. طيب أنا لو قدرت إن أنا أتعلم وأكون مصمم جرافيك، إيه المجالات اللي ممكن أشتغل فيها كمصمم؟ أول حاجة أو أول مجال معانا هو المنتشر جدا حاليا هو تصميمات بوستات السوشيال ميديا. والتصميمات النوع ده من التصميمات بيشمل حاجات كتير جدا، البوسترات بتاعة الإعلانات، الدعاية، المنيو بتاع المطاعم. أي بوست بينزل على السوشيال ميديا مش بيطبع بيندرج تحت إيه؟ تحت المسمى ده، بوستات سوشيال ميديا. تاني نوع معانا او تاني مجال معانا هو تصميم الشعارات، واللي هو بنسميه احنا اللوجو. ان انا اعمل لوجو ليا او لاصحابي او لشركه، او ان انا اتعامل مع مؤسسات واعمل لهم اللوجوهات الخاصه بيهم. فده نوع بيكون فيه ناس متخصصه فيه. طبعا انا اقدر اتعلم كل الانواع واشتغل فيهم كلهم، لكن هو في الغالبيه ان في ناس بتتخصص في تصميم نوع معين وبايه وبيشتغلوا عليه علشان يطوروا نفسهم بشكل كبير جدا في النوع ده من التصميم، ما يبقوش مشتتين بين اكتر من نوع. تالت حاجة معانا هي تصميم أغلفة الكتب، أو تصميم الأغلفة بشكل عام، سواء أغلفة كتب إلكترونية ورقية، أغلفة نوت بوك، أغلفة بلانر، أي غلاف هصممه بيندرج تحت إيه؟ الأغلفة. تالت نوع رابع نوع معايا تصميم الإعلانات والبروشور. آخر نوع معانا هو تصميم البوسترات والدعوات. كده احنا عرفنا المجالات اللي ممكن أشتغل فيها في كمصمم جرافيك ديزاين. لو أنا ما قدرتش أتعلمهم كلهم ممكن أتعلم مجال واحد بس وأبدأ أشتغل من خلال المجال ده. طيب لو أنا عمري في حياتي ما كنت مصمم جرافيك وعمري ما اشتغلت على برامج الجرافيك وأول مرة أسمع عنه، إيه البرامج اللي أنا ممكن أبدأ من خلالها لأني ما باخدش كورسات ومش عارف إيه البرامج اللي ممكن أستخدمها، وعايز أبدأ أتدرب وأشوف إذا كنت هحب المجال وآخد فيه كورسات وأطور نفسي ولا لأ؟ أول برنامج معانا هو كانفا، وده أسهل برنامج أي حد ما سمعش عن الجرافيك قبل كده في حياته يقدر يشتغل من خلاله، لأنه مجرد بيدخل يعدل على القالب اعدادات ويضيف البيانات اللي هو عايزها، يغير الالوان، يغير الخط، بيعمل تعديلات بسيطه على تصميم. طبعا في ناس بتصمم من الصفر على كانفا، لكن الناس دي ايه؟ هي اصلا بتبقى مصممين من الاساس، هم دي شغلتهم، هم فاهمين هيعملوا ايه، فاهمين الملحقات اللي هيحتاجوها. لكن لو انا مبتدئ انا بس كل اللي محتاجه ان ادخل اعدل على القالب، ده هيساعدني مع الوقت لو حبيت المجال ان انا اطور من نفسي فيه. تاني برنامج معايا وهو سهل جدا برضو، لكن هيحتاج شويه ان انا يبقى عندي خلفيه عن الادوات اللي هستخدمها او عن نوع التصميم اللي انا حابب اصممه، هو برنامج بيكسلاب. طبعا انا بتكلم هنا على برامج الموبايل مش على برامج اللابتوب، لان اللابتوب بيبقى الفوتوشوب وبرامج ادوبي وبرامج تانية وتطبيقات تانية انا مش بستخدمها. فاحنا هنكتفي ان احنا نتكلم على برامج التليفون او الموبايل.
تالت تطبيق معانا هو بيكس ارت، وعندنا المصمم العربي، وعندنا بوستر شوب، وعندنا هما غالبا دول بس اللي انا متذكراهم حاليا. بس اسهل طبعا حاجه فيهم هي ايه؟ هي كانفا. طب ايه هي اساسيات التصميم اللي لازم اكون عارفها حتى لو انا مش هبدا اشتغل في التصميم دلوقتي؟ بس في اساسيات علشان اقدر حتى اعمل تصميم لنفسي بشكل صحيح لازم اكون عارفها. اول حاجه معايا في الاساسيات بتاعه التصميم هي الالوان، وطبعا الالوان دي مش بنختارها بشكل عشوائي، دي ليها نظريه، وفي الكورسات بتتشرح في محاضره مستقله علشان نقدر ان احنا نوضح نظريه الالوان بشكل كامل. لكن احنا دلوقتي هقول لكم الطريقه البسيطه اللي تقدروا من خلالها ان انتوا تنسقوا الالوان بتاعه التصميم اللي انتوا هتشتغلوا عليه. طبعا في نظريه الالوان او في الالوان عامه بيكون لكل لون معنى معين، وبيعبر عن مشاعر معينه، زي مثلا اللون الاحمر ده بيعبر عن الطاقه، اللون الازرق بيعبر عن الهدوء، واللون الاصفر بيعبر عن التفاؤل. طيب انا لما اجي اصمم تصميم وانا مبتدئ مش هقعد اشوف كل لون بيعبر عن ايه او معناه ايه او ايه نظريه الالوان اللي بنستخدمها او كل ده. ففي تطبيقات بتسهل علينا ان احنا نقدر ان احنا ناخد باليت كده بيكون فيها مجموعه من الالوان، الالوان دي بنستخدمها مع بعض، هم بيكونوا متناسقين مع بعض. فاحنا مش شرط نحمل تطبيقات علشان مساحه الموبايل عندنا، احنا بندخل على بنترست عادي، وبنعمل في السيرش بنكتب ايه؟ باليت الوان، او الوان متناسقه، هيطلع لنا الباليتات. هحمل باليت عندي واستخدم الالوان بقى ايه؟ بشكل متناسب كده مريح للعين من وجهه نظري او بذوقي، وابدا ان انا ايه؟ احدد الالوان. بس ما استخدمش الوان عشوائيه وخلاص. اللي هيسهل عليا لو انا مبتدئ هي ايه؟ باليت الالوان. تاني حاجة عندنا هي اختيار الخطوط. طبعا مش بختار أي خط، كل تصميم ليه نوع خط واحد معين مستخدم. يعني اللوجو بنستخدم الغالبية الخطوط اللي بيكون فيها حركة أو رسمة معينة. طيب البوسترات بنستخدم في الغالبية برضو الخطوط اللي هي عادية ما فيهاش حركات كبيرة أو قوية قوي، علشان يكون الكلام واضح ونعرف المشاهد أو القارئ اللي هيشوف التصميم يقدر إن هو يقرأ الكلام بسهولة. فاحنا عندنا برضو انواع في الخطوط، في خط بسيط وفي خط مائل وفي خط طاقه، فكل خط بيعبر عن حاجه معينه. لكن انا بحاول بقدر الامكان قبل ما اصمم اعمل تغذيه بصريه، اشوف بس الخطوط اللي بيستخدموها في التصميم اللي انا عايزه اشتغل عليه، لان انا ما اعرفش ايه هي الخطوط اللي المفروض استخدمها وانا لسه مبتدئ. فانا بعمل كده، اتفرج على كام تصميم، اشوف الخطوط المستخدمه شكلها عامل ازاي واستخدم ايه؟ خطوط مشابهه ليها. طبعا انا هنا في المحاضره دي عشان ما حدش يتوه معايا، لو حد اصلا هو مصمم او عارف في الجرافيك او عنده خبره او معلومات فيه، ما يتوهش. المحاضره دي للناس اللي ما تعرفش اصلا حاجه عن الجرافيك، فانا بقول لكم الطريقه اللي تسهل عليكم ان انتم ممكن تساعدوا نفسكم وتعملوا تصميمات لشغلكم على الاقل. عندنا بعد كده التوازن. التوازن ده هو ان انا ما احطش حاجات كتير جدا جوه التصميم لدرجه ان انا احس ان هو مزعج ومش مريح للعين. انا بستخدم عناصر بسيطه وبحط كل حاجه في مكانها، ما الزقش حاجه جنب التانيه ولا اخلي الكلام كله محشور جنب بعض، او الايقونات او الحاجات اللي انا هضيفها كلها لازقه في بعض. انا هعمل مسافه بين كل حاجه والتانيه بشكل متوازي، بشكل متساوي، بحيث ان ايه؟ التصميم بتاعي يكون ايه؟ متناسق ومريح. اخر حاجه معانا هي التركيز. انا لازم اكون مركز في كل تفصيله بحطها في التصميم بتاعي، اشوف التصميم مريح للعين ولا لا، التصميم العناصر اللي انا ضفتها مناسبه ولا لا. لازم اكون مركز في كل خطوه انا هعملها. طيب ايه الحاجات او العوامل اللي ممكن تساعدني علشان اقدر ان انا اخد فكره عن التصميم او اقدر ان انا اصمم اول تصميم ليا من غير ما اتعلم ومن غير كورس؟ انا لما بدات في تصميم الجرافيك ما خدتش كورسات. اول حاجه عملتها هي ان انا حملت الابلكيشن وقعدت اكتشف فيه، اكتشف الادوات بتاعته، اشوف الابلكيشن مثلا فيه ايه العناصر اللي موجوده فيه. طب الحاجه دي انا مش عارفه هي بتستخدم في ايه، بس هقعد اجرب لحد ما اكتشف هي بتستخدم ازاي. ده بيساعدني ان انا ايه؟ المعلومه هتثبت في دماغي اكتر من ان انا اخد كورس في البدايه. ده بالنسبه لي انا اللي هو بشوف ان انا لما اجرب الحاجه واكتشفها بنفسي في الاول، انا هتثبت المعلومات في دماغي اسرع، وبعد كده هاخد الكورسات علشان اطور نفسي واطور مهاراتي. طب ايه الحاجات اللي هي ممكن تساعدني تاني غير الاكتشاف، غير ان انا احمل الابلكيشن واقعد اكتشفه؟ تاني حاجه هي ان انا اتفرج على تصميمات، وده اللي بنسميه تغذيه بصريه. اقعد اتفرج على تصميمات، ادخل على بنترست واكتب تصميمات سوشيال ميديا، واقعد اتفرج على تصميمات كتير قوي، اشوف التصميم ده معمول ازاي، العنصر ده محطوط ازاي، اركز في كل تفصيله في التصميم اللي انا هتفرج عليه، اشوف كم خط مستخدم في التصميم. من وجهه نظري كده، انا ما عنديش خبره في الخطوط، لكن يعني تقريبا في اكتر من خط، شكل الخط ده غير الخط ده، العنصر ده باللون البرتقاني والعنصر ده باللون الازرق. ابدا ان انا احلل. طب انا لما اقلب في اكتر من تصميم هلاقي الوان متشابهه، فلما الاقي الالوان اعرف ان الالوان دي هي الوان اساسيه غالبا بتستخدم مع بعض. هبدا احفظ ايه الالوان اللي بتستخدم مع بعض، مش هحتاج ارجع لبالة الالوان. فده هيساعدني كتير ان انا لما اعرف كل حاجه بتتحط فين حتى لو قلدتها، انا خلاص فهمت، بدات افهم الدنيا. اجيب تصميمات واقلدها،
اشوف مثلا تصميم عجبني، احاول ان انا اقلده. انا خلاص اكتشفت الادوات بتاعه التطبيق، عرفت ان في ملحقات بتضاف. الملحقات دي بتتجاب منين؟ بتتجاب من بنترست. وفي ملحقات موجوده جوه الابلكيشن نفسه، سواء كانفا او بيكس لاب او بيكس ارت، بنضيف اشكال وبنستخدمها كملحقات. انا اقلد التصميم اللي قدامي. النتيجه مش هتطلع من اول مره 100% او مشابه ليه، لكن مع الوقت والاستمرار والمحاوله بتطلع النتيجه، ممكن تطلع احسن من التصميم اللي انا كنت بقلده. تالت حاجة معايا، وهي إن أنا لازم في التصميم الجرافيك بالذات ما ينفعش أتوقف عند حاجة معينة وأتعلم حاجة معينة وأقول خلاص أنا كده اتعلمت، أنا كده شاطر في الحاجة دي. لأ، أنا طول الوقت لازم أطور نفسي. أنا لو هتخصص بس في تصميمات السوشيال ميديا، أنا كل لحظة بتمر عليا لازم أطور نفسي في المجال ده. لازم أعرف أتعلم أشكال جديدة في تصميم السوشيال ميديا، علشان لو أنا خلاص حبيت المجال وحابب إن أنا أشتغل من خلاله وأتقنه، لازم أكون ما بقلدش. أنا بقلد في البداية، بتعلم بالتقليد، باطوّر من نفسي بالتقليد، بانمّي مهارتي بالتقليد، لكن بعد كده أنا خلاص اتعلمت وهاشتغل، لازم أحُط لمستي الإبداعية. طبيعي إن التصميمات بتكون شبه بعض، لكن في كده ثغرة أو حاجة بسيطة أوي في التصميم بتفرّق بين تصميمي وبين تصميم حد تاني، بين شغلي وشغل حد تاني. فأنا لازم أجرّب طول الوقت وأتعلم وأطوّر من نفسي طول الوقت، عشان أوصل للنقطة اللي هو أنا مش محتاج أقلد حد، أنا أصلًا باعمل الإبداع بنفسي، والناس هي اللي بتيجي بتقلدني. طبعًا زي ما إحنا قُلنا لازم أراقب أو أركّز في كل التفاصيل بتاعة التصميم، من أصغر تفصيلة لأكبر تفصيلة، وأركّز في الصغيّرة قبل الكبيرة. ليه؟ لإن الكبيرة أصلًا واضحة قدّامي، أنا كده شايفها وعارف إن الخط ده اللي أنا هاستخدمه، عارف إن العنصر ده بيتضاف هنا، لكن في تفاصيل صغيّرة ممكن تبقى في الخلفية أصلًا مش باينة، مش ظاهرة، لازمًا أعمل zoom عشان أشوفها. لو ركّزت فيها هتفرق معايا جدًا. طيب لو شخص فيكم حس إن هو محتاج يبدأ ويكتشف المجال ده، يعني المجال فيه شغف كده وإبداع، ومثلًا منافسة إن أنا هاعمل تصميم أحسن والّا أوحش والّا إيه بالضبط، إيه الخطوات بقى اللي أنا أمشي عليها عشان أقدر إن أنا أبدأ أشتغل في المجال ده؟ أول حاجة إن أنا لازم ما دام هابدأ مش هاخد كورسات، هابدأ أكتشف وأتعلم بنفسي، إن أنا أختار مجال واحد بس اللي أنا هاشتغل عليه دلوقتي، اللي أنا هاتعلمه، يا إما لوجوهات، يا إما مثلًا تصميمات سوشيال ميديا، أو حتى أختار نوع واحد من تصميمات السوشيال ميديا. تصميمات السوشيال ميديا مثلًا بتنقسم لكذا حاجة، أنا هاختار حاجة واحدة بس منهم وهابدأ أشتغل عليها. ولنفترض مثلًا اللي هي تصميمات الإعلانات بتاعة الأكل، هي دي اللي أنا هاشتغل عليها وأطوّر نفسي فيها. مش لازم أول ما أبدأ في المجال أو إن أنا عايزة أتعلم، فأقول إن أنا مش هاتعلم أو مش هاعرف أتعلم، لإن أنا محتاجة آخد كورسات فوتوشوب وأعرف برامج أدوبي وأشتغل عليها، ومش عندي لابتوب وأعقّد الدنيا وأصعّبها على نفسي. الغالبية العظمى دلوقتي من الناس اللي هم لسه بيتعلموا أو حتى بيبدأوا، أو ناس محترفة، بيبقوا بيستخدموا الموبايل أصلًا، وما حدش بيبقى عارف إن هم بيستخدموا الموبايل. ليه؟ لإن هم شغلهم احترافي، قادرين إن هم من الموبايل يطلّعوا نفس النتيجة بتاعة اللي بيستخدم فوتوشوب أو بيستخدم برامج أدوبي. لكن طبعًا العمالقة بتوع المجال بيعملوا إيه؟ بيستخدموا برامج أدوبي، بس أنا مش محتاجة أبقى من عمالقة المجال، أنا لسه باتعلم، لسه بابدأ، فمش لازم أعقّد الدنيا وأصعّبها قدّامي. لأ، أنا أكتشف نفسي، أنا مش شرط إن أنا أكمّل في المجال، بس ليه ما أشوفش إذا كان المجال ده هاكون حابب إن أنا أكمّل فيه والّا لأ. أنا ممكن ما أكونش عارف إن أنا هاحب المجال ده، بس لمّا أبدأ وأتعلم أحسّه ممتع، حابب أشتغل فيه أكتر. فأنا لازم لمّا أبدأ بتطبيقات بسيطة على قدّي، زي الكانفا وبيكس لاب، زي ما إحنا زي ما إحنا قُلنا. أحاول برضه في بدايتي ما استخدمش أكتر من 3 ألوان في التصميم. أنا باعمل تغذية بصرية، لقيت في تصميم مستخدم مثلًا فيه أكتر من 4 أو 5 ألوان، أنا هاكتفي من لونين ل3 في التصميم بتاعي. ليه؟ لإن أنا لسه مبتدئ، ممكن لو دخّلت أنا ال5 ألوان ألاقي الدنيا بتبوظ منّي، ألاقي التصميم شكله وِحِش، مع إن هو مستخدم نفس الألوان دي، بس هو مستخدمها بطريقة بطريقة صح، لإن هو أصلًا عارف بيعمل إيه، عارف هيحط كل عنصر فين. فأنا في البداية علشان التصميم لو طلع معايا وِحِش، هاحس إن أنا ما عرفتش أعمل حاجة، وهاحس بإحساس الإحباط والفشل اللي إحنا كنا بنتكلم عليهم في المحاضرات اللي فاتت. فأنا لأ، أنا أبدأ أستخدم خط أو 2 بس في التصميم. هو أصلًا الأساس إن إحنا مش بنستخدم أكتر من خطين في أي تصميم حتى لو كنت شخص محترف. لكن مثلًا أنا في البداية أستخدم خط واحد، بدل ما أستخدم أكتر من لون، لأ، أنا هاستخدم لونين بس في التصميم بتاعي، لحد ما أبدأ أتدرج مع الوقت، أبدأ أزود لحد ما أعرف أتحكم في كل الألوان. لازم طبعًا لمّا أصمم أي حاجة، حتى لو باجرّب بس، أو حاجة أصلًا مش هانزّلها ومش هانشرها ومش مهتم إن أنا حد يشوفها، لازم أشاركها مع حد، أعرف رأيه فيها. ولو شاركتها مع حد فاهم في المجال، هيقول لي العيوب أو الأخطاء اللي فيها، يقول لي أنا ييجي مني في المجال ده والّا لأ، أنا لو طوّرت من نفسي هابقى أفضل والّا لأ. فأنا لازم حتى لو أنا باعمل الحاجة عشان أجرّبها وأشوف المجال ده مناسب معايا والّا لأ، أنا لازم أشاركها حتى لو مع حد من صحابي، علشان أعرف رأيهم. لو سمعت رأي إيجابي أكيد هاكمّل في المجال، حتى لو أنا مش ناوية أكمّل، لأ هتشجّعني وهاكمّل.
تصميم الجرافيك مش محتاج الشخص يكون فنان أو عبقري أو عنده حِس عالي جدًا في إن هو يستخدم الألوان أو يستخدم أو ينسّق التفاصيل مع بعض أو الملحقات أو كده، هي بس محتاج حد عنده شغف وطولة بال شوية إن هو يكتشف نَفْسه ويطوّر من نَفْسه ويتعلّم أكتر علشان يقدر إن هو يكتشف إذا كان حابب المجال ده أو لأ. محاضرة النهارده محاضرة بسيطة وصغيرة، يعني علشان لو حد فيكم حابب إن هو يطوّر من نفسه في مجال الجرافيك وشايف إن الكورسات غالية أو إن هو صعب ينضم لكورسات دلوقتي، فيقدر إن هو يبدأ بنفسه، مش شرط يستنى لمّا ياخد كورس، تقدروا تبدأوا تكتشفوا نفسكم. ليه أروح آخد كورس وأدفع فلوس وأنا أصلًا مش عارف إذا كنت المجال ده هيكون مفيد بالنسبة لي والّا لأ، أنا عايزة أكمّل فيه والّا لأ؟ طب ما أنا ممكن أكتشف الأول نفسي، ولو لقيت إن أنا لأ، أنا حابب المجال وعايزة أكمّل فيه، آخد كورسات، حتى لو أنا مع نفسي قدرت أوصل لمستوى كويس. الكورسات هتساعدني إن أنا أطوّر من نفسي أكتر، أنمّي مهاراتي أكتر، أعرف ثغرة ما كنتش عارفها، أعرف أنا لو دخلت كورس ودفعت فلوس عشان أعرف معلومة واحدة هتفيدني وهتفرق في التصميم بتاعي، عادي ما عنديش مشكلة، لكن المهم إن أنا فعلًا أبقى بادفع فلوس في حاجة أنا عايز أكمّل فيها وعندي شغف ليها. دي كانت محاضرة النهارده، أتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم وتساعدكم إنكم تقدروا تبدأوا وتكتشفوا نفسكم في المجال ده لو أنتم حابين. نتقابل إن شاء الله في محاضرة جديدة من كبسولة وعي.